اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الاي بي اي وقدرنا نعرف ان هو الوسيط اللي بيخلي البرامج والتطبيقات تقدر تتكلم مع بعض. دلوقتي عايزين نتكلم على المراحل اللي هتمر عليك وانت بتتعامل مع اي اي بي اي في الدنيا. ايه المراحل اللي بياخدها الاي بي اي عشان يشتغل؟ اول مرحله منهم وهي الطلب او الريكوست. التطبيق بتاعك او السوفت وير اللي انت بتستخدمه سواء مثلا كان موبايل ابلكيشن او ويب سايت او ديسكتوب ابلكيشن هيبدا ان هو يبعت طلب او ريكوست للسيرفر عشان مثلا يجيب بيانات معينه او عشان ينفذ حاجه معينه. زي ما قلنا المره اللي فاتت في انواع الاي بي اي ريكوستس ان احنا عندنا مثلا جيت عشان نجيب بيانات معينه، او بوست عشان نضيف بيانات جديده للداتابيز، او بوت عشان نعدل بيانات موجوده، او ديليت عشان نمسح بيانات، وهكذا. كل دي انواع ريكوستات مختلفه. فالتطبيق بتاعك هيبدا ان هو يبعت طلب او ريكوست للسيرفر عشان ينفذ اكشن معين. دلوقتي الاي بي اي هتخش على تاني مرحله ليها وهي البروسيسنج او المعالجه. السيرفر هيبدا ياخد او يستقبل الطلب اللي انت بعته ده ويحاول ان هو يفهمه ويشوف المفروض يعمل ايه. والله ده الراجل ده عايز يضيف البيانات دي في الداتابيز، او عايز ياخد البيانات دي، او عايز ان هو يعدل بيانات موجوده. فهيبدا السيرفر يفهم الطلب ده ويشوف المفروض ان هو يتعامل معاه ازاي. وده خدنا لثالث مرحله والمرحله الاخيره وهي الريسبونس. السيرفر فهم انت عايز تعمل ايه وخلاص عمله، وهيبدا ان هو يرجع لك نتيجه الريكوست اللي انت عملته ده، او هيبدا يرجع لك ريسبونس. الريسبونس ده ممكن يكون مثلا بيانات على هيئه جيسون زي ما اتكلمنا عن الجيسون المره اللي فاتت، او مثلا تاكيد للعمليه ان العمليه تمت بنجاح والدنيا تمام وخلاص والريكوست تم بشكل صحيح، او يبدا يرجع لك رساله خطا مثلا يقول لك والله الطلب اللي انت عايز تنفذه ده معرفتش ان انا اعمله. يعني تخيل معايا مثلا ان انت عايز تمسح بيانات، البيانات دي اصلا مش موجوده، يعني مش موجوده في الداتابيز، عايز تروح على الداتابيز تمسح بيانات مش موجوده. فيبدا ان هو يرجع لك مثلا رساله خطا كده يقول لك والله انت يا معلم عايز تمسح بيانات، البيانات دي مش موجوده. فالريسبونس بشكل عام يتحمل نتيجتين، اول نتيجه ان هي تكون الريكوست تم بشكل صح، او الريكوست تم بشكل غلط. الريكوست تم بشكل صح هيبدا ان هو يرجع لك البيانات، او الريكوست تم بشكل خطا وهيبدا يرجع لك ايرور مسج او رساله خطا تعرضها للمستخدم وخلاص. خلينا نتكلم شويه عن مكونات بتاعه الريسبونس. في الحقيقه انا مش عايز اتكلم عن كل حاجه دلوقتي، انا في حاجه واحده بس عايز اتكلم عنها، وباقي الحاجات هنبدا نذكرها بعد شويه بالتفصيل. والحاجه اللي انا عايز اتكلم عنها وهي الستاتس كود. لما بتيجي تبعت اي بي اي ريكوست في الدنيا، السيرفر بيبدا يرد عليك بحاجه اسمها ريسبونس. فالريسبونس اللي بيرجع لك من السيرفر ده بيكون فيه البيانات اللي انت عايزها، او رساله خطا بتقول لك والله الريكوست اللي انت عملته ده فشل ليه. ومن ضمن الحاجات اللي بترجع لك مع الريسبونس وهي الستاتس كود. الستاتس كود هو رقم مكون من 3 ارقام وبيعبر عن حاله الريكوست بتاعك، ويحط خط كده تحت كلمه بيعبر عن حاله الريكوست. يعني الستاتس كود ده هي قيمه كده صحيحه بتقول لك والله، بتوضح هل الطلب اللي انت عملته ده نجح ولا فشل ليه. وعلى اساس الستاتس كود ده انت بتبدا تعرف هو الريكوست اللي انا عملته ده تم بشكل صحيح ولا في مشكله. وبيبقى ليه فئات كتير قوي، وكل فئه من دول بيبقى ليها المعنى الخاص بيها. يعني عندك مثلا الفئه من 200 ل 299 بتعبر عن ان الريكوست اللي انت عملته تم بشكل مظبوط. يعني لو رجع لك الرقم 200 مثلا كستيتس كود، معناها ان الطلب اللي انت عملته نجح وكل حاجه تمام. لو رجع لك مثلا 201، 201 معناها كرييتد، يعني انت حاولت ان انت تنشئ عنصر جديد في الداتابيز وتم بشكل مظبوط. يعني على سبيل المثال انت جيت تسجل يوزر جديد او مستخدم جديد وسجلته والدنيا تمام وتم، هيرجع لك 201 وهكذا. وعندنا من 300 ل 399 ودي الفئه الثانيه وبتمثل الريدايركشن. يعني ايه ريدايركشن؟ يعني تخيل معايا مثلا ان انت جالك 301، 301 ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الحاجه مثلا اللي انت طالبها دي اتنقلت لمكان تاني بس بشكل دائم كده، انت فاهم؟ على عكس 302، 302 هتلاقي الحاجه اللي انت طالبها دي اتنقلت لمكان تاني بس بشكل مؤقت وهكذا. وعندنا في الفئه الثالثه من 400 ل 499 دي بتمثل الاخطاء من جهه العميل ذات نفسه. يعني مثلا على سبيل المثال لو جالك 400، 400 ده معناه ايه؟ معناه ان الريكوست اللي انت عملته ده غلط، في حاجه غلط في الريكوست، في بيانات مثلا ممكن تكون ناقصه، الفورمات اللي انت بعته غلط. جالك مثلا 401، 401 ده ايه؟ يعني اللي هو ان اوثرايزد، اللي هو انت مش معاك الصلاحيه ان انت تعمل ده، العميل ده مش المفروض ان هو يعمل الحاجه دي. لو جالك مثلا 404 الشهير اللي هو بيقول لك نوت فاوند، يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي انت طلبتها دي مش موجوده للاسف. لو جالك مثلا 429، 429 دي معناها ايه؟ معناها تو ماني ريكوستس، ودي حاجه برضو انت بتحتاج ان انت تهندلها، وهنتكلم عن ده قدام. يعني على سبيل المثال انت جيت ترفرش في سكرينه معينه، بدات انت ترفرش كتير ورا بعض. يعني مثلا عملت ريفرش مثلا 100 مره ورا بعض، فانت كده بتعمل ريكوستات كتير قوي، فهيبدا ان السيرفر يرجعك
او يرجع لك ايرور ويقول لك مثلا والله ايه انت بتبعت ريكوستات كتير جدا، هيبدا السيرفر كده يحطك في الحظر كده مؤقتا يعني لفتره معينه من الوقت. وعندنا في الفئه الاخيره وهي الارقام من 500 ل 599، ودي بتبقى اخطاء كده من جهه السيرفر. يعني في السيرس كود الشهير اللي هو 500 ده تلاقيه بيعبر عن ان في مشكله عامه في السيرفر دلوقتي، السيرفر دلوقتي في مشكله معينه وهكذا. وعرفنا دلوقتي ان الريسبونس بياخد شكل من شكلين، اما ان الريكوست اللي انت عملته ده تم بشكل صح وعلى اساسه بيبدا يرجع لك الداتا اللي انت عايزها مثلا على سبيل المثال، او ان الريكوست ده تم بشكل غلط وعلى اساسه بيبدا يرجع لك ايرور مسج او رساله خطا كده بتبدا ان انت تفهم منها الايرور ده حصل ليه. وفي الحالتين برضو بيرجع لك ستيتس كود، واتكلمنا عن الستيتس كود وقلنا ان هو القيمه اللي بتعبر عن حاله الريكوست اللي انت بعته. وانت مش مطالب منك ان انت تحفظ كل الستيتس كودز اللي احنا بنتكلمنا عنها دي، انت يكفيك بس تعرف واحد او اتنين، ومع الوقت والخبره هتبدا تلقط حاجات كتير وتبدا تعرف انت الستيتس كود اللي رجع لك ده رجع لك ليه وهكذا. تمام. مش مطالب منك ان انت تحفظ نهائيا كل الحاجات او كل الستيتس كودز دي وبتمثل ايه او بتعبر عن ايه. تعالى يا سيدي نتكلم عن الكومبوننتس اللي احنا محتاجين نعرفها عشان نتعامل مع الاي بي اي. اي بي اي في الدنيا بتتمثل في هيئه لينك. اللينك ده بيتكون من كومبوننتس كتير، عايزين نتكلم عن كل واحد ونستفيض فيه شويه. اول كومبوننتس والكومبوننتس الرئيسي معانا اللي هو ما بيتغيرش خالص وهو البيز يو ار ال. البيز يو ار ال ده هو من الحاجات الكونستنتس او الحاجات الثابته اللي بتبقى متخزنه او موجوده عندك في البروجكت بتاعك وما بتتغيرش خالص. وطول ما انت بتتعامل مع الاي بي اي دي او مع الكوليكشن الكبيره اللي فيها مجموعه كبيره قوي من الاي بي ايز، البيز يو ار ال ده ثابت فيهم كلهم وما بيتغيرش. على سبيل المثال انت قررت ان انت تتفرج على فيديو كويس كده على اليوتيوب، فهتروح في السيرش مثلا على اي براوزر انت بتستخدمه زي جوجل كروم او ايدج او ايا كان يعني، وتبدا تكتب كلمه يوتيوب. لو دوست على اول نتيجه مثلا اللي هي في الغالب بتكون youtube.com، اول ما هتدوس عليها هتلاقي عمل ريدايركت ليك او وداك على موقع يوتيوب. هتبص على اللينك فوق في البراوزر كده هتلاقيه مكتوب ايه؟ https نقطتين فوق بعض 2/www.youtube.com، وهو ده البيز يو ار ال الثابت اللي ما بيتغيرش نهائي. يعني الكوليكشن بتاعت الاي بي اي اللي انت بتتعامل معاها كلها بتحمل نفس البيز يو ار ال ده، فثابت وما بيتغيرش. وانا قصدي هنا بكلمه كوليكشن وهي مجموعه كبيره قوي من الاي بي ايز. يعني لو انت بتتعامل مثلا او انت شغال في شركه معينه وفي شخص باك اند، هو بيبدا يصدر لك مجموعه كبيره من الاي بي ايز هتشتغل عليهم عشان تعمل برودكت معين او تعمل سوفت وير معين. او على سبيل المثال انت دخلت على موقع معين عشان تستخدم الاي بي ايز بتاعته، فهو بيبدا يوفر لك كوليكشن كبيره او مجموعه كبيره من الاي بي ايز عشان تبدا تتعامل معاها. وبعد ما خلاص ما اليوتيوب حمل، قررت ان انت تتفرج على فيديو كويس كده مثلا لمستر بين، فدخلت على السيرش وبدات ان انت تكتب مستر بين ودوست سيرش. هيظهر لك بعض النتائج، ولكن بص فوق على اليو ار ال هتلاقيه اتغير شويه. يعني كان الاول مكتوب https نقطتين فوق بعض 2/www.youtube.com بس، لا دلوقتي اتضاف له باك سلاش ومكتوب ريزلتس وعلامه استفهام. والريزلتس وعلامه استفهام دي وهي الاند بوينت. والاند بوينت هي الجزء اللي بيحدد الوظيفه اللي انت عايز تعملها. على سبيل المثال انت عايز تجيب مثلا بيانات يوزر معين، هتلاقي الاند بوينت دي اتغيرت مثلا بقت يوزرز. عايز مثلا تعمل لوجن، هتلاقي مثلا الاند بوينت دي اتغيرت بقت اسمها اوث مثلا او اوثنتيكيشن. يعني الاند بوينت هي الجزء اللي بيكمل او بيتضاف للبيز يو ار ال بتاعك عشان تنفذ حاجه معينه. على سبيل المثال انت دلوقتي قررت ان انت تدوس على فيديو من الفيديوهات اللي ظهرت لك دي، هتبص فوق هتلاقي الاند بوينت اتغيرت من كلمه ريزلتس بقت واتش. واتش دي من اسمها معناها يعني ان انت بتتفرج على فيديو دلوقتي، فالاند بوينت هي بتحدد الوظيفه اللي انت عايز تعملها. ولو بصيت بعد كلمة واتش هتلاقي فيه علامة استفهام وموجود في بتساوي قيمة معينة. ايه الفي بتساوي قيمة معينة دي حاجة اسمها كويري بارامترز. مش عايزك تتخض من الاسم خالص، هي حاجة بسيطة جدا جدا جدا. هي مجرد حبة فاريبلز او متغيرات بتتحط كده في اليو ار ال عشان تساعدك مثلا ان انت تحدد البيانات اللي انت عايزها. يعني بالمنطق كده، هو انا دلوقتي دخلت على واتش علامة استفهام، هو انا عايز اواتش ايه؟ انا عايز اواتش فيديو بيساوي الفيديو ده اللي هو الكود او الاي دي او ايا كان الايدنتيفاير بتاع الفيديو ذات نفسه. فهي حاجه بتساعدك ان انت تفلتر مثلا او تصفي النتائج او تتحكم في الرد اللي جاي لك انت عايز ايه بالظبط. يعني دي حبه تساؤلات، انا عايز ايه؟ يعني كده الفورمات انا بقول له ايه؟ بقول له والله انا عايز اخش على موقع youtube.com وعايز اخش على الاند بوينت اللي اسمها واتش، وعايز اخش عند الفيديو الفلاني انا هبدا ان انا اتفرج عليه او رجع لي الفيديو ده. يعني انا قلت له www.youtube.com/watch، انا عايز اواتش فيديو معين
علامه استفهام. هواتش ايه بقى؟ هواتش الفيديو ده، الفيديو اللي بيساوي قيمته ده، او الفيديو للايدنتيفاير او الحاجه اللي بتفصله او بتميزه دي. ومش دايما بيكون عندي كويري بارامتر واحد، لا انا في الغالب بيكون عندي اكتر من كويري بارامتر، وبفصل ما بينهم بعلامه الاند. يعني مثلا لو انا حبيت ان انا اتفرج على الفيديو ده، بس انا مش عايز ابدا الفيديو ده من البدايه، انا عايز ابدا الفيديو ده مثلا من عند الدقيقه 60، فانا ممكن اجي ازود كويري بارامتر جديد، مثلا اجي اقول له اند واجي اقول له تي بتساوي 60 سكند، ابدا لي الفيديو ده يا عم من عند الدقيقه، من عند الثانيه 60، فيبدا ان هو يبدا لي الفيديو ده من عند الثانيه 60، او مثلا من عند 1 ام اللي هو مثلا ايه اختصار لواحد مينت اللي هي 60 ثانيه. وكده يبقى خلصنا الجزء الظاهر من المكونات بتاعه الاي بي اي، وباقي حاجتين مهمين قوي. وتعالى يا سيدي نتكلم عن حاجه جديده، وهي حاجه مهمه جدا 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 لازم تكون عارفها، وهي الهيدرز. والهيدرز هي عباره عن معلومات اضافيه او حبه بيانات اضافيه كده بتحتاج ان انت تبعتها مع الريكوست. ركز معايا، هي حبه معلومات اضافيه بتحتاج ان انت تبعتها مع الريكوست عشان السيرفر ببساطه يقدر يفهم ازاي يتعامل مع الريكوست بتاعك، او ازاي يتعامل مع الطلب بتاعك ايه. يعني انت ممكن مثلا مع الريكوست تبعت بيانات من نوع الجيسون، او تبعت بيانات مثلا من نوع فورم داتا، او تبعت مثلا اكس ام ال. فالسيرفر عشان يقدر يفهم نوع البيانات دي، انت ممكن تبعت له هيدر مثلا اسمه كونتنت تايب، تحدد فيه نوع البيانات اللي انت باعتها. نفس الكلام لو السيرفر مثلا باعت لك داتا معينه، انت عايز الداتا دي بشكل معين، يعني انت عايز الداتا دي على هيئه جيسون، فانت ممكن تبعت له هيدر جديد اسمه اكسبت عشان تقدر تحدد له نوع البيانات اللي عايز السيرفر يبعتها لك. وعلى سبيل المثال انت ممكن برضو تستخدم الهيدرز في تحديد نوع اللغه. يعني على سبيل المثال المستخدم دلوقتي بيتعامل مع الابلكيشن باللغه العربيه، فانت عايز البيانات اللي ترجع له من السيرفر تكون باللغه العربيه، فانت ممكن تبدا تحدد نوع اللغه دي في الهيدرز، تبعت له كي مثلا اسمه accept language، وتبدا تحدد له مثلا تقول له والله اللغه كذا. واخيرا وليس اخرا هنتكلم عن البيانات اللي احنا بنبعتها في الريكوست. دلوقتي انت عايز تضيف مستخدم جديد مثلا لقاعده البيانات بتاعتك، فانت هتبدا تبعت في البادي بتاع الريكوست، وهنا يجي دور البادي. البادي هو الحاجه اللي انت بتبعت فيها البيانات بتاعه الريكوست ده. يعني على سبيل المثال انا عايز اضيف مستخدم جديد، فانا هبدا ان انا ابعت مثلا في البادي بتاع الريكوست والله المستخدم ده اسمه احمد وسنه كذا وعنوانه كذا وتليفونه كذا وهكذا، والبيانات دي كلها ببعتها في البادي بتاع الريكوست. وبالشكل ده نكون خلصنا الانترودكشن الخاصه بالبلاي ليست. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنبدا نتكلم اكتر عن الانتجريشنز الحقيقيه بتاعه الاي بي اي، ونبدا نستخدم ونتعامل مع اي بي اي حقيقيه، ونجيب بيانات ونحط بيانات وهكذا. ولو في حاجه سقطت منك او وقعت منك في الفيديوهات اللي فاتت دي، ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هبدا ان انا اتكلم عنها واغطيها بشكل مكثف.